كلنا طبعا عارفين ان نادي الزمالك متأخر جدا في موضوع فترة الاعداد وموضوع المدير الفني. في مواضيع كتير بتحصل في النادي الفترة دي، من ضمنها ان النهارده الحمد لله الكابتن حسين لبيب عقل وعرف ان هو راجل كبير في السن، وقعد مع الكابتن جون ادوارد، حددوا خلاص المدير الفني جاي بكره يوم الاربعاء بدايه فتره الاعداد. اتبعت اللعيبه على جروب الواتس ان خلاص فتره الاعداد هتبدا يوم الاربعاء. بس قبل ما اتكلم عن فتره الاعداد او اي حاجه، انا عايز اتكلم على كابتن العظيم اللي انا مش هقول اسمه لان هو لا يمثل اي زملكاوي. في واحد قليل هحط لكم صورته، هو قليل كشخص، قاعد بيتكلم على مجلس اداره الزمالك من اول لما مسك، على جون ادوارد من ساعه لما جه، على اي حاجه تخص نادي الزمالك. من اوائل الناس اصلا اللي كانت اتكلمت وقالت ان الزمالك مش هياخد الرخصه الافريقيه، الاهلي هيلعب دوري ابطال، زياده المقترح مفيد، وكلام كتير انت ما تفهموش اصلا، وما تعرفش هو معاك ولا عليه، ما تعرفش هو زملكاوي بجد ولا لا. فيطلع النهارده يقول لك ان شغل اللي بيحصل في الكابتن حسين لبيب بتاع شركه الكوره دي كانت عصابه نصب علينا في مليار و200 مليون جنيه. يعني بقول لك كابتن حسين لبيب جاله مستثمر اسمه الحداد ولا مش عارف النجار، حاجه زي كده، هو مهنه، الراجل ده اسمه مهنه اماراتي، يعني مهنه معينه. جه يكلم كابتن حسين لبيب بقول له انا هعمل لك شركه كوره هستثمر فيها بمليار و800 مليون جنيه واخد 60%. كابتن حسين وافق وقال لك ماشي، الزمالك ياخد 40. بقول لك في شله حوالين الكابتن حسين، يا عم تعال نسميهم ابراهيم وخلف وزين. ابراهيم وخلف وزين الثلاثه دول هم ده اي اسماء، انا بقول لك نسميهم اي حاجه وخلاص. ابراهيم وخلف وزين عملوا ايه؟ بقول لك سمسروا مليار و200 مليون جنيه، يعني اتفقوا مع المستثمر على 3 مليار جنيه اصلا، وهياخدوا 11% من نسبه في شركه الكوره اسهم. كابتن حسين عرف المخطط ده، فده اللي خلاه يقف. الراجل اللي هو المهنه اللي كلم حسين لبيب عرف المخطط اللي عامله مع ابراهيم وزين وخلف، فده اللي خلاه يقف وما يتكلمش، يقول لك خلاص انا مش هعمل شركه كوره. فابراهيم وزين وخلف بالاتحاد مع المهنه الاربعه عملوا حمله ضده عشان الجمهور يشتم في الكابتن حسين ويهدده ويضغط عليه ان هو يرجع يعمل شركه الكوره. ما تتوهش مني، انا بدات اتوه اصلا، بدات افكر في اللي انا قلته تاني. فبيضغطوا على الكابتن حسين وشفنا الجمهور ضغط ازاي وعمل ايه، وفي الاخر كابتن حسين لبيب عمل بيان او خلى، يعني عملوا بيان على صفحه النادي ان الزمالك هيعمل شركه الكوره وهيعملها، يعني هيعملها ومفيش تراجع عن كده، بس هم مستنيين مستثمر كويس. فانا نفسي افهم هو الراجل ده ازاي لاعب تاريخي المفروض واسطوري في نادي الزمالك، ازاي هو زملكاوي بجد، ازاي بجد والله ده لعب ولبس شيرت الزمالك وجمهور الزمالك حقيقه قبل كده. انا نفسي اعرف. راجل طلع في لايفات بيتكلم على مجلس اداره الاهلي حلو، بيتكلم على لعيبه الاهلي كويس، انما لعيبه الزمالك او مجلس الاداره بيتكلم وحش. الراجل بيطلع يقول لك ان الزمالك ما يستوفيش رخصه، مش من حقه ياخد الرخصه، بس هي اتعملت له كده. الراجل بيقول لك الزمالك هو المستفيد من حوار الثلاث انديه ده. الزمالك هيبقى مستفيد لو اتعملت في سنه الزمالك واقع فيها، انما ما تجيليش في سنه اي نادي تاني وقع فيها وخلص تقول لي انت هتبقى مستفيد بعدين. لا يا باشا، انا عايز استفاده وقتيه، مش عايز استفاده بعدين دي. يعني لا قدر الله لو الزمالك السنه الجايه خلص ثالث الدوري واتعملت، انا هبقى مبسوط، دي استفاده وقتيه، انا استفدت خلاص هبقى مبسوط. غير كده مش هبقى مبسوط، لا انا ولا اي حد تاني. مش شرط تكون زملكاوي، يعني الاهلاوي السنه الجايه مش هيبقى مبسوط بالقرار ده. لو هو خلص مثلا اول او ثاني والزمالك ثالث مش هيبقى مبسوط، لان هو ما استفادش استفاده وقتيه من الموضوع. ساعه لما اتضر ما استفادش منها. انا لو مضروب ومخلص ثالث وجبت لي وقلت لي انت هتلعب دوري ابطال، انا هبقى مبسوط موت. انما مش مخلص اول او ثاني وتقول لي لا احنا زودنا الانديه فالثالث بتاعك هو اللي هيروح، هتضايقني كده غصب عني يعني. فده حوار، يعني الراجل ده مش مفهوم يا جماعه، الراجل ده مش مفهوم. انا مش فاهم ازاي ده اسطوره في نادي الزمالك، ازاي ده لعب نادي الزمالك ولبس التيشيرت والجمهور هتف له وبيتكلم كده عن النادي، وكل ده علشان ما هوش جوه النادي، ولا هو عايز سبوبه، عايز يشتغل في النادي وخلاص، فهو علشان مش في النادي فبيعمل كده. انا عايز اقوله له ان انت يعني والله العظيم انت نكره ومنافق، تعمل كل ده عشان المشاهدات برضه، وقعدت تفتح لايفات. ده انا ما بفتحش لايفات،
عشان ناس تتفرج عليك وتتابعك ويرموا لك اسد وحوت وكلب وقطه. مش عارف، انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس انا مستغرب القصص، مستغرب ان انت كل شويه بحكايه شكل، انت كل شويه بحكايه شكل لوحدك بقى. لجان الاهلي حاجه، وجمهور الاهلي الحقيقه حاجه، والزمالك حاجه، والجان الزمالك حاجه، لان في لجان في كل حته. دول 4 جهات بيتكلموا في حاجه واحده، دول بيدافعوا عنها ودول بيهاجموها، وانت بتتكلم في وادي تاني خالص. انت بتتكلم على موضوع تالت بعيد عنهم خالص خالص، بتتكلم في حته تانيه، بتتكلم في موضوع تاني خالص، بتالف قصه. انت ممكن تدفع مخرج على فكره. والله ايه اللي فرق بينك وبين محمد سامي؟ يعني ابراهيم وخلف وزين دي من دماغ، والراجل اللي هو المهنه اللي بعت لحسين لبيب ده من دماغ. كله من وحي خيالك، عملت كل ليله وهنبقه وزنبليطه في دماغك، وعملت حوار كبير ودخلت فيه اطراف وقلت اسامي، والمهندس مش عارف اللي عمل. انا بقرا البوست مت 100 ضحك، والله مت 100 ضحك على كميه الكذب والتاليف اللي فيه. كان قلت الراجل ده مخرج، الراجل ده يعرف يعمل كرتون كويس. انا ما اعرفش ازاي انت كنت لعيب كوره. والله ما اعرف، انا كل ما يعني بشوف البوست بموت من الضحك. انا دخلت قراته 3 4 مرات، ده موتني من الضحك لوحده. فما علينا من النقطه دي، ربنا يهديه ويبعده عن نادي الزمالك. خليك اهلاوي، قول انا اهلاوي وروح اشتغل في قناه الاهلي بقى، وابعد عن قناه الزمالك. ده فيما يتعلق بالكابتن اللي مالوش اسم، او اقول لك المهنه، الكابتن المهنه، او زين، الكابتن زين، هنسميه الكابتن زين دلوقتي. المهم بقى ان فتره الاعداد بتاعه نادي الزمالك هتبدا خلاص يوم الاربعاء، والمدير الفني جاي يوم الثلاث، بعد ما الاستاذ حسين لبيب ساب ابراهيم وخلف وزين والمهنه في حالهم، ركز مع جون ادوارد وعمل معاه اجتماع واقروا على كده. انا نفسي في ايه بقى؟ انا نفسي بالله عليكم اللعيبه المحترفه زي خوان بتزيرا وشيكو بنزا تروحوا تجيبوهم يبداوا فتره الاعداد على طول، لان الدوري ما عادش عنه الا 23 يوم بس، 23 يوم وهيبدا الدوري وانت عايش فتره اعداد لسه هتبدا يوم الاربعاء. فانا عايز ابدا باللعيبه كلها، عشان لو على الاقل تلعب لك ماتشين 3 وديين، دي اقل حاجه مع المدير الفني الجديد. غيرك لعب خلاص، غيرك لعب، الاهلي وبيراميدز لعبوا، الفرق كلها في العالم كله عاملين فتره اعداد الا انت لغايه دلوقتي. فعايزين نبدا فتره الاعداد على طول. القياسات البدنيه دي لازم تتعمل. عايز بقى والنبي يعني المدير الفني ده اكيد هيعمل كده، بس عايز مننا كمان الجزء البدني بتاع اللاعب. يعني ادم كايد مثلا اظبطه في الحته البدنيه، خوان بتزيرا المدرب ومساعدينه والجهاز كله بتاع الفني، الجهاز الفني كله يشتغلوا مع اخوان على حته الانهاء. شيكو بنزا انت عندك سرعتك دي ميزه، انا بقى اتكلم عن حته القرار بتاعه، اقعد اوجهه على طول، اوريك حاجه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وانت كان لازم تعمل كده في كذا وكده في كذا، وادخله وهو بيلعب في الماتشات في التقسيمه بتاعه التمرين. لما يعمل غلط او يقرر قرار غلط اقول له انت غلطت في كذا، تفهمه توعيه كده. اللعيبه كلها، اللاعيبه كلها، كل لاعب عنده ميزه احاول اعليها على قد ما اقدر، كل لاعب عنده عيب احاول انهيه، احاول احوش العيب ده مهما عملت على قد ما اقدر. فيا رب تكون فتره اعداد كويسه، يا رب تكون فتره اعداد طالب بنادي الزمالك، فتره اعداد لموسم. انت رايح بتلعب دلوقتي على دوري ابطال ودوري، ما تلعبش على الكونفدراليه بقى، رايح تلعب البطوله الاقوى. انت غايب عنها بقالك كتير، بقالك 3 سنين ما بتلعبهاش، ما خدتهاش من سنه 2002. فانت لازم تخش في فتره اعداد تقيله. لما شهر يناير يجي ويبقى في فلوس في الزمالك ويتفتح الكود، ساعتها يبقى في كلام تاني، مع ان الكود احتمال يتفتح دلوقتي، لان المحمودي قال الكلمتين دول. محمودي قال لك الزمالك احتمال كبير الكود بتاعه يتفتح، وده ساله محامي اوروبي كان شغال في الفيفا. محمودي قال كده امبارح، وقال لك الزمالك احتمال كبير كوده يتفتح، او اول امبارح كوده يتفتح لو دفع بقى القواضي اللي عليه كلها في الفيفا، خلص سيستم الفيفا كله، كل القواضي اتشالت من هنا، ممكن الزمالك كود التقديم بتاعه يتحقق، لان الزمالك خلص كل القواضي اللي عليه اللي كانت موجوده. لو حصل يا رب ده يحصل ونقدر نجيب المراكز اللي ناقصانا. بس اهم حاجه شركه الكوره تتم ويبقى في فلوس علشان ننجز من الموضوع ده ونخلص بجد، لان الموضوع افور. عايزين نخلص عشان نبدا فتره الاعداد، ده اهم حاجه. نقطه ثانيه مهمه قوي، هنا ابو ريده اللي كان عايز يلاعب الاهلي في دوري الابطال عافيه، ولما ما نفعش يزيد العدد كلموا على الرخصه والزمالك طلع الرخصه. هنا ابو ريده لسه طالع كان بيتكلم امبارح بالليل، بيقول لك ايه بقى؟ الزمالك هو اكتر نادي في مصر دفع فلوس الموسم اللي فات اللي هو قبل الدوري الاعجازي ده على طول، 70 مليون جنيه
قيمه او حق اتحاد الكوره في تسجيل لعيبه الزمالك. 70 مليون ده اكتر من ايه دفع. ده رقم واحد. رقم اتنين، الزمالك اخر شيك وصل منه لاتحاد الكوره كان 24 مليون 2 مليون دولار لاتحاد الكوره يوم 24 ده اللي فات ده من يومين بالظبط. 2 مليون دولار. يعني اتحاد الكوره خد من الزمالك بتتكلم 170 مليون جنيه في انتقالتين بس، فترتين انتقالات. وده بيقول لك ده اكتر من دفع فلوس. اللي بيحط عقوده سليمه في اتحاد الكوره ما بتبقاش ب 5 و10 مليون جنيه عشان الضرايب. ده الزمالك اللي اتحاد الكوره اداله الرخصه، يلا خد الرخصه يلا. ده الزمالك اللي انتوا ماسكين اتحاد الكوره اداله الرخصه مخالفا للقوانين والمعايير القياسيه والتدقيقيه والتفصيليه. كله اشتغل خبراء لوائح. وفي الاخر اللي منكم اللي كان عايزكم تلعبوا دوري ابطال عافيه هو اللي في الاخر طلع قال لا والله الزمالك بيدفع الفلوس. والله الزمالك اكتر من دافع في السنه اللي قبل اللي فاتت 70 مليون جنيه. والله الزمالك دافع لي من يومين 2 مليون دولار. هعمل ايه؟ مش هديله الرخصه؟ هيدفع وما اديلوش الرخصه كمان. طب قمه البجاحه في ايه؟ في ان الزمالك اصلا بطل الدوري اللي هو يحق له يروح دوري ابطال. بس لازم نقعد ننظر بقى، لازم طالما فشلنا او الاهلي فشل لازم جمهوره خلاص انا مش ههدى الا لما اشوف الزمالك فاشل، او لما ان الزمالك ما يلعبش دوري ابطال والعب دوري ابطال غصب عن التخييم في البلد. يا اما ساعتها هطلع ان اتحاد الكوره بيساند الزمالك. في ناس قالت ان الكاف هو اللي بيساند الزمالك. متخيل وصلنا لايه؟ متخيل؟ يعني اصلا بنتكلم محتوى كوره وكلامنا المفروض يبقى عن الكوره. انا بتكلم عن ابراهيم وخلف وزين والراجل اللي هو المهنه وكباتن زملكاويه بيشتموا في النادي، وبتكلم على لوائح ورخص افريقيه، وبتكلم على فلوس دخلت وخرجت من الزمالك، بتكلم على شركه كوره، بتكلم على حاجات مالهاش علاقه بالكوره. فين الكوره يا جدعان بجد اللي هي كانت نكش في بعض لما الاهلي يخسر من الزمالك او الزمالك يخسر من الاهلي؟ فين الكوره لما الزمالك ياخد بطوله يحفلوا بقى على الاهلاويه، ولا لما ياخد بطوله اهلاويه يحفلوا بقى علينا؟ فين يا جماعه؟ خلاص كله بقى خبراء لوائح وكله بقى شغال في الرخص الافريقيه ومش عارف ايه. وانا هلعب دوري ابطال لان الرخصه رقم 18 في الماده رقم 72 تنص على ان الاهلي عندما يكون الاهلاويه فاطرين بيض مش عارف بايه والزملكاويه فاطرين اسكالوب في ساعتها. ايه يا جماعه؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ والله بجد يعني الموضوع افور، الموضوع بقى يعني بضين بصراحه. احنا وصلنا لمرحله وحشه، وصلنا لمرحله والله العظيم مقرفه. واحد نفسه بعد كده يتفرج على كوره بس. يعني الكوره انا بشوف والله طول عمري وبقولها لاصحابي وقلتها هنا كتير، احسن دوري في العالم والله هو الدوري المصري بالنسبه لي. لان الدوري المصري ما فيهوش كوره، هو في حوارات، هو في حوارات دايره والناس خبراء لوائح هنا وخبراء في كل حاجه. وفي مذيعين عندك في الدوري المصري، في مذيع بيتكلم على الزمالك حلو اللي هو بلال علام، ايمن الكاشف بيتكلم على الاهلي حلو، تلاقي مذيع بيدي ايحاءات جنسيه وهو بيتكلم عادي ما فيهاش اي حاجه، تلاقي مذيع تاني بيشتم او ممكن يطلع منه حركه لا اراديه وهو بيذيع عادي ما فيهاش حاجه. مره محمد الكواليني شتم وليد سليمان على التلفزيون عادي وقام عدلها بعدها. فانت بتشوف حاجات غريبه. وتشوف هنا بقى الاعلام بقى منحاز، الزملكاوي بيطلع على القناه زملكاوي والاهلاوي بيطلع على القنوات اهلاوي وكله بيتكلم كله دعك في بعضه واتقلب الدعك. والله قنوات اليوتيوب عادت افضل من برامج الرياضيه موجوده من حيث الحفاظ على المعايير والحفاظ على طريقه الكلام او اسلوب الكلام اللي هو الصح من غير المكايده، من غير ان انا اضايق حد مني وكده. فاهم وصلنا لايه؟ وصلنا لمرحله صعبه. بس والله الاجواء دي خلاص احنا اتعودنا عليها. انا لو ما شفتهاش في الدوري المصري اتعب ما اعرفش اتفرج عليها. اللي انا عايز اقوله ان فتره الاعداد الزمالك تبدا ان شاء الله. ده اهم حاجه، سيبك من الهري اللي فات ده كله. فتره الاعداد الزمالك تبدا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الزمالك يعمل فتره اعداد قويه جدا، نخش الموسم الجاي نعمل احسن من الموسم اللي فات ده، وان شاء الله الزمالك يبقى بطل للدوري ودوري ابطال افريقيا. ليه لا؟ الاحلام مش ببلاش.